السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة جدا ويمكن مش كل الناس عارفاها او بتعملها بس بطرق مختلفة. هنعمل النهاردة ايه ده؟ الكشك الماظ. الكشك الماظ ده نوع جميل جدا من انواع الاكل، خفيف وطري على الواحد في الصيف، مفهوش بقى صلصة وتسبيك والكلام ده. في ناس بتعمل الكشك بكذا طريقة، في ناس بتعمله بالفريك، في ناس بتعمله اللي هو الكشك الصعيدي اللي بيجي ناشف ده، لكن ده بطريقة حلوة ومميزة وجميلة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندنا حلة فيها مية على النار، هنحط فيها شوية ملح، واول ما تغلي هكون غاسلة نص كوباية رز ومصفيها كويس من المية وهحطها تستوي، يعني زي مثلا ما بنعمل الرز بلبن. بنحطه في الميه لغايه الرز ما ياخد غلوتين، بتبصي تغطيه وسيبيه واطفي عليه، بصي الرز استوى وفنش وملى الحله. ادي ذره ملح حوالي ربع معلقه كده، احنا هنحيقه بعد كده براحتنا بالشوربه. وادي الرز غسلاه، هنحطه في الميه ونسيبه يغلي كام غلوه، هتبصي تلاقيه استوى. لو انت مش مستعجله اغليه غلوتين اتنين وغطيه واطفي عليه وسيبيه، هتروحي تلاقيه استوى وشرب الميه من غير تعب. مستعجله سيبيه يغلي كام غلوه على النار. وطبعا انت عارفه الرز بيستوي بسرعه. الميه مش عايزين الميه كتير علشان ما تفضلش ايه مملمقه بعدين. انا كده طبعا انا بسرع الخطوات، هو كده استوى خلاص والرز استوى وشرب حوالي 90% من الميه. فانا حطيت عليه دلوقتي كوبايه شوربه، وهحط له قالب مرق الدجاج، وهحط له ملح وفلفل، واظبط له الملح. تمام. وهسيبه يغلي بقى في الشوربه عشان يتطعم بطعم الشوربه كمان غلوتين، لغايه ما الاقي الرز خلاص اتهرى واستوى زي ما بنعمل الرز بلبن بالظبط. ما يبقاش الرز حبيبات كده، يبقى خلاص مستوي على الاخر. اول ما الاقيه استوى على الاخر كده وخلاص الطعم بطعم الشوربه، وانا مش عايزه لا الشوربه ناشفه ولا الشوربه كتير، يعني زي ما بنعمل شوربه لسان العصفور كده. معلش البخار بيطلع على الكاميرا. جبت دلوقتي ايه كوبايه لبن، كوبايه كبيره لبن، وفيها معلقتين دقيق مليانين، اللي هي المعلقه اللي بناكل بيها الرز العاديه، وهدوبهم في اللبن كويس جدا، ما يبقاش فيها كلاكيع ولا اي حاجه. لو مش عارفه تدوبيها كويس كده بالمعلقه، بعد ما تدوبيها صفيها في بوله تاني بمصفى ضيقه. كده خلاص الرز انا بتاكد ان هو استوى وشربته كده كويسه، ولا كتيره ولا قليله. هروح صب عليه اللبن المتدوب فيه معلقتين الدقيق، وهقلب بقى الكل مع بعضه لغايه ما الدقيق يستوي والرز يبقوا حاجه واحده بقى، زي ما بنعمل الرز بلبن كده بالظبط. هو يعتبر كأنه رز بلبن بس مالح، زي ما في رز معمر كده بالحلو ورز معمر بالملح، برضو الكشك بنفس الطريقة. هو زي الرز بلبن، احنا طبعا بنحط له معلقتين الدقيق دي عشان نربطه. خلاص كده بقى تمام. طبعا هتقلبيه علشان ما يلزقش منك في الحلة لغاية ما تلاقيه خلاص بقى جميل وبيلمع كده واستوى، والدقيق مش ني زي ما حطيناه. غلي مع بعض غلوتين، حطيت له رشة فلفل اسود بتديله ريحة جميلة، وخلاص هيغلي غلوتين هشيله من على النار. تمام كده. هجيب بصلة بقى مخرطاها، مخرطاها يعني متوسط، لا كبير ولا صغير، ومعلقة سمنة بلدي حلوة كده على معلقة زيت ذرة، وهحمرها بس مش هخليها بقى غامقة، يعني هتبقى حلوة ذهبي كده جميلة في معلقة السمنة دي. وطبعا بيبقى جميل جدا لو السمنه سمنه بلدي، مفيش اشكال، معلقه زبده على معلقه زيت، معلقه سمن نباتي على معلقه زيت، لان الزيت ما بيخليش السمنه تجمد في حيطه البصل يعني، لان احنا ده هنزين بيه الوش. هحمرها طبعا على نار هاديه عشان البصله ما تبقاش بتقرش لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل. هي كده خلاص قربت معانا. اول ما هلاقيها خدت اللون اللي انا عايزاه، ما تبقاش بقى واحده بيضه وواحده محروقه، لا يعني ايدك في الطاسه وانت بتحمري عشان يبقى 90% منها كلها لون واحد. دلوقتي انا هنشل بقى البصل واصفيه من السمنه واحطه في بوله صغيره، ده عشان هنرشه على وش الطبق. وبقيه السمنه بحبه البصل الصغيرين اللي هيفيضوا دول هطش عليهم
هتشهم على الكشك. بس كده تمام، زي كأننا بنطش ملوخية بالظبط كده، بقى بيبقى طعمه تحفة. شايفين شكله بمنتهى الجمال. طبعا انا هقلب السمنة والبصل ده معاه دلوقتي، وهنروح غرفينه في الطبق ومزينينه بالبصل. في ناس بتحب تعمل جنبه اللي هي زي الكمونية، فص توم صغير بتحمريه في السمنة وتطشيه بصلصة الطماطم وتسيبيه يتسبك، وحبة ملح وحبة كمون وتسيبيه يتسبك. وبيحبوا يحطوا سلطانية كده جنبه ويغمسوا من الصلصة معاه. دي بقى ايه؟ هنعمل الملوخية دلوقتي انا خرطاها في الكبة وحط عليها كبشتين شوربة دافية وسايباهم في الطبق كده 10 دقايق. بصي بتبقى عاملة زي العجينة بالظبط. اول ما بتحطيها في الشوربة وهي بتغلي بتبقى جميلة كده. الملوخية بيبقى لها عرق وحلوة، احسن ما تاخديها وهي مخروطة ترميها على طول في الشوربة المغلية. بحب جدا احطها في طبق كده وعليها كبشة الشوربة واقلبهم مع بعض كده واغطيها واسيبها كده قد 10 دقايق عقبال ما اجهز الشوربة والحاجة اللي معايا واقشر التوم، تكون بقت جميلة جدا. انا هحطها في الشوربة وهفككها بقى كده، ما بتبقاش واخدة منك ايه مجهود ولا فيها كلاكيع ولا حاجة. سبتها غليت الغلوتين بتوعها وشلت الريم اللي على الوش وهحمر لها الطشة. طبعا انتوا كلكم ما شاء الله عارفين الملوخية الجميلة وكل حاجة، انا بس ايه قلت اعرفكم الاكلة كاملة هتبقى عبارة عن ايه. هحمر التوم واحط عليها شوية الكزبرة. اول ما التوم ياخد اللون الاصفر يكمل مع الكزبرة التحمير، وهنطش الملوخية. طبعا الملوخية ايه غنية عن التعريف. على فكرة الاكلتين دول بيبقوا حلوين جدا مع بعض، وزي ما قلت لكم في ناس بتحب تحط سلطانية كده صغيرة، بولة فيها الصلصة الخفيفة دي يغمسوا كده اللقمة. وفي ناس كمان بترش كده نقط الصلصة على زي ما بنعمل على الفتة على الكشك. بس انا عشان الولاد ما بيحبوهاش كده فانا بفضل اعملها لهم ابيض يعني، وهو طعمه بيبقى جميل مش محتاج حاجة. ويا سلام بقى لو جنبه بتنجان مخلل، هو والملوخية طبعا. بس كده طشينا التوم خلاص، وهنحط في الطاسة كده زي ما اتعودنا من اهالينا كبشتين ملوخية، ناخد بقية التوم وبقية السمن. ودي اكلتنا كده. الفراخ انا كنت سلقاها وحمرتها تحمير عادي جدا، واكلة بسيطة جدا، ملوخية والكشك والفراخ المحمرة. كان نفسي اعمل بتنجان مخلل بس للاسف ما كانش عندي، فانتم ممكن تعملوا سلطة تحطوا ترشي تعملوا بتنجان مخلل زي ما تحبوا. بس انا كان الاساس في الموضوع الكشك، لان في ناس كتير قالوا لي عايزين نعرف يعني الكشك ده بتعمليه ازاي. اتمنى الاكله تكون عجبتكم وتكون خفيفه وسهله في الصيف، بحيث نغير شويه عن الطبيخ. الصيف ما بيحبش الطبيخ كتير. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. متنسوش الشير واللايك والسبسكرايب، واتمنى لكم ان شاء الله الصحه والتوفيق دايما. والسلام عليكم ورحمه الله.